متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نبارطاجيو معكم واحد البلاغ عاجل بخصوص الإضرابات. إخوان، كيف راكم عارفين اليوم الاثنين راه ما كاينش قراية، غدا الثلاث كلشي كينتظر البلاغ ديال التنسيقيات. واش غتكون القراية ولا شنو؟ وشنو هو البرنامج النضالي ديال هذا الأسبوع؟ واش هاد الإضرابات غيساليو ولا ما غيساليوش؟ وهذا الفيديو غادي نشرح لكم أن التنسيق الوطني كان عندهم واحد اللقاء تناظري باش يدارس ويناقش المستجدات ديال التعليم والحراك التعليمي، ويعرفوا البرنامج النضالي اللي غيتفقوا عليه خلال الأسبوع. إذا هذا الإخبار اللي قدامكم أخوتي بالنسبة لهذا اللقاء التناظري. وبعد ما سالاو هذا اللقاء راه خرجوا بواحد البلاغ اللي تيقولوا فيه بأن التنسيق الوطني لقطاع التعليم المجتمع في لقاء تناظري يوم الأحد 31 دجنبر 2023 بعد تقييم المرحلة السابقة ووقوفه بشكل مسؤول على كل مخرجاتها الأخيرة والتي جاءت مخيبة لآمال وانتظارات جل فئاته عموم الشغيلة التعليمية، أنه قرر مواصلة النضال مع كل تنسيقية نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة العامة والمشتركة والفئوية العالقة، وسيتم التداول في البرنامج النضالي لاحقا. إذن الإخوان، باش ما نطولوش عليكم، المجلس الوطني للتنسيق الوطني يؤكد على الاستمرار في النضالات. إذن هي مسألة فقط ديال الوقت، وأن النضال مستمر، الإضراب مستمر. نتسناو الساعات القليلة القادمة باش نشوفوا البلاغ الرسمي ديال التنسيق الوطني، وأكيد باقي التنسيقيات راه غيتابعوا التنسيق الوطني من غيخرج البلاغ إن شاء الله نبارطاجيوه معكم. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.